رسالة ايه يا فندم؟ رسالة وصلت النهاردة. وفيها ايه الرسالة دي يا فندم؟ الرسالة بتقول ان فردوس قتلت جوزها. قتلته ازاي يا فندم؟ حضرة المأمور، أنا عايز أخلص ضميري. أنا فضلت مخبي كتير قوي. أعرفك إن فردوس، أيوة، فردوس كانت بتحط السم لإبراهيم جوزها في الأكل. كانت بتحط زرنيخ عشان يموت وترتاح منه ومن مشاكله معاها. مين اللي كاتب الرسالة دي يا فندم؟ مش كاتب اسمه. طيب أمرك ايه يا فندم؟ تحريات عن فردوس وجوزها وعن الحقيقة كلها. يا ترى الرسالة مجرد بلاغ ملوش أساس من الصحة، ولا فردوس فعلا قتلت جوزها؟ إبراهيم جوز فردوس كان صديقك؟ الله يرحمه بقى، اذكروا محاسن موتاكم. ايه اللي تعرفه عن إبراهيم؟ الراجل مات بقى وقابل وجه كريم. طيب هو صحيح كان بخيل على فردوس مراته؟ ما هو ده سبب المشاكل كلها. ازاي؟ يا ما نصحته وقلت له القرش اللي ما ينفعش صاحبه ملوش قيمة. طيب وفردوس كان رأيها ايه؟ فردوس كانت صابرة وساكتة وكاتمة في قلبها، يعني كانت هتعمل ايه؟ انت صحيح صالحتهم على بعض ورجعتها بيتها؟ ايوه. ما هو اللي يمشي في الطيب والخير ربنا يجازيه خير برضه. الكلام ده كان امتى؟ ده من مدة طويلة، واشترطت عليه يديها مصروف كويس ويصرف على بيته. طب وحصل ايه بعد كده؟ وهو اللي فيه ده يبطله، او فضل زي حاله وربنا عذبه في الدنيا. عذبوه؟ عذبوه ازاي؟ قبل ما يموت كان دايما بيشتكي من معدته. طيب والدكتور قال له ايه؟ وهو كان بيرضى يروح لدكتور، او كان بيطلب من مراته تغلي له شويه نعناع ولا حلبة حصى وينام شويه وتنتهي الحكايه. إبراهيم جوز فردوس كان بخيل وقاسي على مراته، واكتر من مرة غضبت وسابت له البيت ورجعها بيته، وكمان قبل ما يموت كان بيشتكي من اضطرابات في المعدة والامعاء. معنى كده ان احتمال يكون اللي جه في الرسالة صح. جايز يا فندم. يبقى لازم نستصدر امر من وكيل النيابة باستخراج الجثة لفحصها وعمل التحليلات اللازمة للكشف عن الزرنيخ في بقايا الأنسجة. هو ده القبر اللي اندفن فيه إبراهيم؟ ايوه يا سعاده البيه، هو انا تايه عنه؟ تعال الناحية دي لو سمحت. حاضر. جثة إبراهيم جوز فردوس مش موجودة في مكانها. إيه؟ جثة مش في مكانها؟ أما راحت فين؟ واضح إن الجثة اتشالت من مكانها. إزاي يا دكتور؟ أنا لاحظت انخفاض في المكان اللي كانت راقدة فيه الجثة. ده دليل على إن الجثة كانت راقدة في المكان المنخفض ده واتسرقت. سرقت إزاي؟ على العموم أنا خدت عينات من تراب القبر من أماكن عديدة، وخاصة من المكان اللي كانت الجثة راقدة فيه. أرسلت العينات للمعمل للكشف عن الزرنيخ وتقدير نسبته وكميته. ليه تعملوا كده؟ ليه الفضايح دي كلها؟ فردوس، فين جثة جوزك إبراهيم؟ جاوبي على السؤال يا فردوس، فين جثة إبراهيم؟ وانا اعرف منين؟ مش انتوا اللي فتحتوا القبر وانا كنت نزلت معاكوا؟ تفتكري راحت فين الجثة؟ ما اعرفش. جوزك مات ازاي يا فردوس؟ ما تموت اترب والحكيم كشف عليه ودفناه. انت كنت بتغضبي من جوزك ليه؟ وهو فيه ضرب تخلى من المشاكل يا بيه؟ طيب اقدر اعرف سبب غضبك؟ كنت لما بطلب منه حاجة ما يرضاش يجيبها. حاجة زي ايه؟ لبس ولا اكل وحاجات زي دي كده. مين كان عايش معاكم في البيت؟ ما فيش غير انا والمرحوم. ووالدتك؟ والدتي في حالها وقاعدة في دار. المرحوم كان بيزعل لما بتودي لها حاجة او تديها فلوس؟ والدتي عندها اللي يكفيها وزيادة، وبعدين دي وحدانية. يعني انت ما كنتيش بتودي لوالدتك فلوس؟ قلت لحضرتك انها مش محتاج. جوزك كان بيشيل فلوسه فين؟ ما اعرفش عنها حاجة. ازاي ما تعرفيش وانت مراته؟ يا به ما انا كنت بتخانق معاه عشان كده. جوزك كان ناوي يتجوز واحدة تانية عليكي؟ مين قال كده؟ بس في ناس سمعته وهو بيقول انه هيتجوز واحدة تانية. ده كلام بس علشان يخوفني وارجع الدار، لكن مش ممكن كان يتجوز. دي مين دي اللي تستحمله؟ عندكم ولاد يا فردوس؟ لا يا بيه لا. مين السبب، انتي ولا هو؟ العلم عند ربنا يا بيه. جوزك قبل ما يموت كان عيان؟ لا، طول عمره صحته كويسة. امال ليه كان بيشتكي من معدته؟ يا بيه ما تسمعش كلام الناس.
قصدك ايه من كلام الناس يا فردوس؟ الكلام اللي داير في البلد. وايه هو الكلام اللي داير في البلد؟ يا به ده كان ساعات يعمل نفسه عيان علشان يعني ارجع له. ازاي؟ لما كنت اغضب واسيب له البيت يعمل نفسه عيان ويقول للناس انه عيان وهيموت، علشان الناس تجيلي وتقول لي ارجعي البيت، عيب يا فردوس جوزك عيان ارجعي له، وكلام من ده يعني. الدكتور قال له ايه لما كشف عليه؟ يا به ابراهيم الله يرحمه ما كانش يرضى يروح لدكتور. وانت كان ايه رايك؟ وانا في ايدي ايه اعمله؟ كنت بسكت واصبر واكتم في قلبي. امال اعمل ايه؟ حكم القوي بقى. مراد ابن عمي يا سعادة البيه. ماله مراد؟ مش لاقيينه. كنت فاكر انه مسافر لكن ما طلعش مسافر. غايب من امتى؟ بقاله 5 ايام بحالهم يا سعادة البيه. وما بلغتش ليه عن غيابه من تاني يوم؟ بقول لحضرتك كنت فاكر انه مسافر. يا به انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه. فين مراد يا فردوس؟ مراد مين؟ مراد حسنين. واني ماله وماله يا بيه؟ اللي كان بينك وبين مراد. اللي زي مراد ما يصحش حد يعرفه. ليه يا فردوس؟ ده جدع تلفان ملوش لا شغله ولا مشغله. يعني كنت تعرفيه؟ بعد المرحوم جوزي ما مات لقيته جاي يقول لي فردوس عايز ايه يا جدع انت؟ عايز سلامتك يا حلوة يا قمر 14. لم لسانك احسن لك يا مراد، انا بقول لك اهو. طيب بلاش كده، رواق يا بيت. طب في الرايحه والجايه بتكلمني ليه؟ ها؟ عايز اعوضك عن الشقة والغول باللي شفتيه مع المرحوم. روح من وش يا جدع انت السعادة. يا بنت انا بحبك وانا اللي هعرف اسعدك. تعرف ان ما بعدتش عني هصرخ والم الدنيا عليك. ايه اني قصدي شريف يا فردوس، قصدي شريف يا بنت الناس. ابعد عني يا مراد ابعد. عايزه اتجوزك على سنة الله ورسول. حد قال لك ان انا عايزه اتجوز؟ لك حق تكرهي كل الرجاله، هو اللي شفتيه مع المرحوم جوزك شويه. الكلام ده مش عايزه اسمعه تاني. ها؟ اني هصبر يا فردوس، هصبر لغايه ما دماغك تلين وتعرفي اني عايز اسعدك. ايوه اسعدك يا فردوس. وبعدين يا فردوس؟ وطردته وقلت له انا جربت حظي في الجواز ومش عايزه اتجوز خلاص. ومراد كان رايه ايه؟ ساق عليا الناس برضه لكن ما وافقتش على الجواز. الكلام ده كان امتى؟ يعني بعد المرحوم كده ما مات بمده. ومراد راح فين؟ معرفش يا بيه معرفش. يا فندم لقينا جثة مراد. مراد؟ ايوه، ومن الكشف الظاهري اتضح انه مقتول. مراد مقتول؟ طيب مين اللي قتل؟ زي ما سبق وقلت لحضرتك احنا ما لقيناش جثة ابراهيم في مكانها في القبر، ولاحظت انخفاض في الارض في المكان اللي كانت بترقد فيه الجثة، وخدنا عينات من تراب القبر وتم عمل التحليلات اللازمة. والنتيجة يا دكتور؟ اتضح فعلا ان ابراهيم جوز فردوس كان بياخد جرعات من الزرنيخ وبصفة منتظمة. معنى كده ان فردوس سمت جوزها. جوزي أني مات مسموم. طب ازاي؟ ده اللي عايز اعرفه منك يا فردوس. يا بيه انت برضو تسمح كلام الناس؟ ده مش مجرد كلام يا فردوس، دي حقيقة اثبتها الطب الشرعي. هو أنا علشان قلت لك ان ساعات كنت بغيب واسيبه واروح بيت امي تقوم تقول لي الكلام ده؟ فردوس حرام عليك يا بيه، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. انت قلت قبل كده انه كان بيشتكي من معدته. يا بيه انا ماليش دعوه، مش جايز حد من اهله عملها فيه. قصدك على مين؟ حد من اخواته اللي كانوا طمعانين في فلوسه. ومنين عرفت ان اخواته طمعانين في فلوسه؟ هو اللي قال لي كده بعضمة لسانه قبل ما يموت. مين اخواته دول؟ له اخ هنا في بلدنا واخ تاني مسافر، وكان بيزورهم وساعات كان يرجع لي ويشتكي من معدته. مراد اللي كان عايز